السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى انا جايلكم بفيديو جديد. هعمل معاكم المكرونة النجرسكو بطريقة جميلة وسهلة قوي، ومش هنسلق المكرونة وهتبقى طعمها حلو وتحفة وتستوي معاكي وهتبقى جميلة جدا. يلا بينا نشوف الطريقة بتاعتنا. انا هعمل النهارده نص كيلو من المكرونة. تمام. معايا كده صدور فراخ مقطعاها قطع صغيرة، ومعايا شويه من الزيت في الطاسه دي. هبدا ان انا احط صدور الفراخ وابدا ان انا اشوحها زي ما انتم شايفينها بالشكل ده كده. تمام. حبايب قلبي اللي لسه داخلين القناه ما اشتركوش يشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلك كل جديد مني، واللي مشتركين ما تنسونوش باللايك وكومنت حلو منكم كده. بحبكم في الله، احلى متابعين. خلاص كده بقى الفراخ بتاعتي خدت لون كده. هنزل عليها بصلايه كده مقطعاه صغير، وهنزل برضو بفلفل الوان احمر اصفر. المتوفر عندك حطيه. تمام. انزل كان عندي فلفل الوان اصفر واحمر واخضر كده حطيته، بيدينا طعم مسكر وحلو. هعمل ايه بقى تاني؟ هنزل بقى بالبهارات بتاعتي: بصل بودره، توم بودره، نص معلقه من البابريكا، فلفل اسود، مع ملح. تمام. هبدا بنزل بالبهارات واقلبهم في بعض كده عشان ايه البهارات تتقلب كويس يعني. وبكده بقى خلاص انا قلبت الفراخ وهسيبها بقى تستوي كده. شوف الفراخ بتاعتي تستوي، مش تاخد وقت على النار خالص، تستوي يعني بسرعه، ما بتاخدش وقت. انا بحب المكرونه النجرسكو دي عن اللي بلحمه بصراحه، بتبقى طعمها جميل جدا. فانا حبيت اعملها بطريقه النهارده مختلفه شويه. أه هتعجبكم جدا لو جربتوها. كده خلاص الفراخ جهزت. هعمل ايه بقى تاني؟ الخطوه التانية ان انا هعمل البشاميل. تمام. انا كده معايا شويه من الزيت ومعلقه من الزبده. هنزل بقى باربع معالق من الدقيق. وبكده بقى انا نزلت بالاربع معالق دقيق وهبدا ان انا اقلبهم. انا مش عايزه الدقيق يحمر، انا بس هقلبه تقلبتين كده. وهبدا بقى ان انا ايه بعد ما اقلبه تقلبتين يعني، فانا مش عايزه الدقيق يحمر. انا ما بحبش ان انا الدقيق يبقى البشاميل يكون غامق، بحب يكون لونه فاتح وكده. تمام. واحط المقدار السمنه بزياده شويه علشان ايه يجي معاكي كريم وكده البشاميل. خلاص. انا خلاص كده قلبته. هبدا بقى ان انا انزل باللبن. انا هعمله النهارده باللبن بس مش هعمل بشوربه. طبعا انا ما سلقتش المكرونه زي ما قلت لكم ان انا مش هسلقها، فمعيش ميه مكرونه، فانا هعمله بس باللبن. ايد بقى بتقلب كده بالمضرب البيض، وايدي التانية بتنزل باللبن. كل ما احس ان هو بتيجي يتقل معايا بنزل كمان بشويه من اللبن. ال- المكرونه بتحب البشاميل بتاعها يكون خفيف مش تقيل قوي. يعني حاولي ان انت ما تقليش البشاميل عشان ما بيكون خفيف بتبقى جوسي وحلوه طريه وجميله. وانا بقى بحب المكرونه بتبقى بقى فيها بشاميل كتير كده، بتبقى طعمها احلى وجميله وطريه وبتبقى جوسي. خلاص انا كده بقى بحس ان هو بيتقل معايا بنزل بشويه من الحليب. كل ما احس ان هو تقل بنزل بشويه من الحليب لغايه ما الدقيق بتاعي بيستوي معايا. انا كده احتاجت كمان شويه، نزلت بيهم. ما تنسوش بقى تجربوا الطريقه ديت وتكتبوا لي كومنت حلو كده في التعليقات. بقى بحب انا كومنتاتكم قوي، بتفرحني وبتبسطني، فما تنسوش تكتبوا لي كومنت حلو. خلاص بقى كده انا نزلت بنص معلقه من الملح ورشه من الفلفل كده اللي انا اخلي بقى طعم بس البشاميل. وخلاص كده البشاميل بتاعي جاهز معايا، مش محتاج اي حاجه. وكده خلاص ما حطيتش حاجه وما في حطيتش شيء اكتر من كده يعني. بس هي نص معلقه ملح ورشه فلفل وخلاص. تمام. خلاص بس كده خلاص خلص معايا. وكده البشاميل شايفين القوام بتاعه تحفه جميل جدا. خلاص بقى انا كده معايا الصينيه البيركس دي بتاخد معايا نص كيلو مكرونه. طبعا الكيس اللي انا جايباه 350 جرام، بس انا هكمله من عندي، هكمله بقيت يعني نص كيلو. هحط بقى شويه بشاميل كده في قعر الصينيه، وابدا ان انا ايه اوزعه بالشكل ده كده. وهعمل ايه بقى ايه
احط المكرونه من غير سليق. ايوه انا هحطها من غير سليق. هتستوي معاكي؟ ايوه هتستوي معايا وتبقى زي الفل. شايفين؟ اديني بس كده هحطها كده ارميها في الصينيه، وهبدا بقى ان انا ايه اسوي الصينيه، الحته اللي هي مثلا احس ان هي ما فيهاش مكرونه، يعني اساوي الصينيه كلها بسوى بعضها تكون فيها مكرونه. خلاص، ولا بقى تسلقي ولا توسخي مواعين ولا تاخدي وقت، كله كده في قلب بعضه ودخلها الفرن تطلع زي الفل. احط بقى كده مغرفه من البشاميل كمان، انا عايزاها تبقى ايه طريه. وهبدا بقى ان انا هنزل بالفراخ اللي انا عملتها. هبدا ان انا احطها بقى كده في النص، اكنك بتعملي صينيه مكرونه بشاميل برضو، يعني بدل اللحمه فراخ. تمام. فانا حطيت كده الفراخ في النص. هعمل ايه بقى؟ هبدا ان انا انزل ببقيه المكرونه. بقيه المكرونه نزلت بيها الكيس طبعا مش نص كيلو، 350 جرام. انا بقى عندي مكرونه هبدا ان انا اكمل بيها. هي ايوه مش شكلها، يعني مش شكل بعضها المكرونه، بس هتستوي كلها مع بعضها طبعا، مفيش واحده مش هتستوي وواحده مش هتستوي. ده المكان متوفر عندي، يعني ما توقفيش نفسك. حاولي ان انت ايه يعني تمشي نفسك باللي عندك وكده. فطبعا مش هوقف نفسي. رحت جايه ايه مكمله بقيه الصينيه بالكيس اللي عندي. وهبدا بقى ان انا انزل بطماطم ضرباها كده في الخلاط، طماطم ضرباها صحيح في الخلاط هنزل بيها. هتنزلي بطماطم؟ ايوه هنزل بطماطم. ما تخافيش ونزلي الطماطم، هتستوي تبقى معاكي زي الفل. خلاص انا كده سقيته طماطم، عصير طماطم كده، والله ما صفيته ولا اي حاجه زي ما هو بصراحه. نزلت بالطماطم، ورشيت برضو رشه كده من الدقه كده اللي انا عاملاها على الوش، عشان بس الطماطم ما فيهاش اي حاجه. وهعمل ايه تاني؟ ابدا بقى انزل بالبشاميل، بقيه البشاميل اللي كان معايا بقى هبدا انزل بيه على وش الطماطم كده. صينيه بقى مكرونه نجريسكو خطيره. حد بقى عمل مكرونه نجريسكو بالطماطم قبل كده زي ما انا عملتها كده؟ جربوها والله ما هتندموا، طعمها تحفه وجميله جدا. انا خلاص بقى نزلت بقيه البشاميل كله في الصينيه على الطماطم طبعا. نزلت بيه على الطماطم. هبدا بقى ان انا اجيب كده منديل، وابدا ان انا ايه عشان بس الصينيه ما تتحرقش معايا، امسح الطرف بتاع الصينيه، الحرف بتاع الصينيه كده بالمنديل، عشان تبقى الصينيه بتاعتنا معانا نظيفه ما تتحرقش مننا. وهبدا بقى كده ان انا اخدها على الفرن. خلاص كده الصينيه بتاعتنا شكلها جميل، ولا بحط بيض ولا اي حاجه. هي كده هتخش الفرن وهتعمل وش وتطلع معانا زي الفل. يلا بينا كده على الفرن وندخلها، وتعالوا شوفوها بعد ما طلعت من الفرن. والله على الجمال على الجمال على الجمال. شايفين بقى؟ تحفه ما شاء الله، اللهم بارك. ومستويه، عايزه اوريكم المكرونه مستويه. انا طلعتها من الفرن، كنا قاعدين طبعا مستنيين الاكل، فطلعت من الفرن قطعتها على طول. يعني لو سبتها تهدى شويه تطلع معايا قطع وتبقى جميله قوي. شايفين؟ جوسي وجميله جدا ما شاء الله، اللهم بارك. كانت حلوه جدا طبعا، كناها مفضلش منها حاجه، وعجبت الكل ما شاء الله. يعني شايفين؟ جميله وطريه. بص كانت لسه طالعه من الفرن حالا، يعني طلعتها وبدات انا اقطع فيها على طول. عشان كده هي ايه ما طلعتش قطع وكده. بس على مين بقى؟ طبعا قطع مش قطع، احنا هناكل يعني هناكل، هي كده كده ايه مش هتنزل قطع في بطننا يعني. فطبعا ان انا ايه قطعتها في الشكل ده كده زي ما انتم شايفين. حبيت ان اوريها لكم مستويه، محدش يقول لك مش تستوي، لا استوت وما شاء الله جميله جدا. تعالوا شوفوا بقى الصينيه، ولا لزقت في القعر ولا اي حاجه. قعر الصينيه بص جميل جدا. كده الفيديو بتاعي خلص، ومع السلامه.